الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر سنة 2012. الناس وقتها كانت عايزة تشوف الدنيا رايحة على فين. هل هنشوف استقرار ولا المرحلة الانتقالية هتكمل ارتباك؟ تعالى أحكي لك اللي حصل في العقارات وهسيب الحكم ليك. أول حاجة لازم تعرفها إن قطاع العقارات ساهم بنسبة 3.5 ل 4.5 من إجمالي الناتج المحلي. بالمناسبة الرقم ده مش قليل، بس في نفس الوقت مش في أعلى قدراته، وده اللي يقول لك إن السوق العقاري كان شغال بس كان تحت ضغط. وعلى سبيل المثال سعر المتر في التجمع الخامس كان عامل حوالي 2500 جنيه، وفي 6 أكتوبر حوالي 2000 جنيه. ولما تسمع الأرقام دي وقتها، الأرقام دي كانت تخض، خصوصا لما تعرف متوسط دخل الناس. طب ليه الأسعار وقتها كانت بتزيد؟